السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أهلا متابعين في الدنيا كلها. يا رب جميعا تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. هنعمل مع بعض النهاردة رسمة حنة جميلة جدا وسهلة ومش هتاخد معانا أي وقت خالص. الأول عايزة أقول لكم على الحنة دي أنا بستخدمها بقالي فترة. الأول كنت بستخدم الحنة اللي هي العادية جومانا وبتسبيكس أو أي حاجة رفيعة كده وبرسم بيها. بصراحة من ساعة ما جبت الحنة دي اللي هي القرطاس دي جميلة جدا وسهلة، ويعني بقى معايا فترة طويلة. بخلص وبطبقها كده وبشيلها في كيس واحطها في علبة. بقى لها فتره كبيره قوي عندي، ما مش بتبوظ ومش بتنشف ولا اي حاجه خالص. اهم حاجه قبل ما نستخدمها نطلع بس اول حته دي اللي بتبقى ناشفه شويه، وبعد كده الباقي بيبقى سايل خالص كده وبنعرف نستخدمه عادي جدا وبيبقى سهل جدا في الاستخدام. نبدا بقى مع بعض الرسمه بتاعت النهارده، واتمنى يا رب ان هي تعجبكم. بس اهم حاجه عندي بقى تقولوا رايكم في التعليقات، الرسمه اذا كانت طلعت حلوه ولا لا، وهتعرفوا تعملوها ولا لا. عرفوني رايكم في الرسمه ايه. تابعوا بقى معايا وشوفوا الرسمة هنعملها ازاي. آه طبعا هي مش محتاجة شرح، انا الفيديو باين يعني، مش هقعد اشرح بقى الرسمة بنعمل ايه وكده، هي الرسمة باينة قدامكم. بس الفكرة، عايزة اقول لكم ان الرسمة اللي بترسميها بايديكي افضل بكتير جدا من الرسمة اللي هي بتبقى جاهزة. والرسومات اللي هي بتبقى الجاهزة دي وبنلزقها وبنمشي عليها الحنة، بحسها مش واضحة قوي. وهي سريعة وكل حاجة وبتنجز في الوقت، بس مش بتبقى واضحة ومش بتبقى حلوة زي الرسمة اللي احنا بنعملها بايدينا. فتعلموا رسومات وارسموا لنفسكم احلى واجمل بكتير. عندك مناسبة بقى، لدخلة عيد، الكلام ده كله ترسمي لنفسك وترسمي لبناتك وكده بتبقى اوفر واحلى. وزي ما قلت لكم الحنة اللي انا بستخدمها دي جميلة جدا ومش غالية، وبتقعد كتير قوي ومش بتبوظ. يعني احتفظي بيها اهم حاجه. اتني الحرف بتاع القرطاس كده وحطيها في كيس وحطيها في علبه واحتفظي بيها في اي درج، في اي حاجه كده، مش بتبوظ ومش بتنشف. اهم حاجه قبل ما نستخدمها نطلع نفضي بس حاجه بسيطه كده منها عشان الجزء الاولاني ده بس اللي بيبقى نشف شويه. بس لكن غير كده هي جميله جدا وسهله في الاستخدام ومش بتبوظ ورخيصه مش غاليه خالص. اتمنى يا جماعه الرسمه تعجبكم. اهم حاجه بقى ما تنسوش تعليقاتكم اللي بتشجعني الجميله دي. ولو عجبتكم الرسمه لايك بقى وشير وكده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.